سلام بنات، وأهلا بكم بحلقة جديدة. شحال من مرة حسيتي براسك عيانة مضغوطة وكتجري في هاد الحياة بحال شي محارب في شي حرب ما كتسالاش؟ كتفكري بزاف، كتخططي بزاف، وكتحملي المسؤولية ديال كلشي لدرجة انك تنسي راسك. بزاف منا كيسحاب ليهم انه باش يبانوا قويات وناجحات خاص ديما يكونوا قاصحات وفي حالة هجوم. ولكن الحقيقة هي أنه أكبر قوة عندك وأكبر سلاح باش تغيري به حياتك هو واحد السر للداخل ديالك اللي هو طاقة الأنوثة. اليوم غادي نهضروا على كيفاش نفعلوا هذه الطاقة، كيفاش نوزنوها، وكيفاش نخليوها تبدل لنا حياتنا للأفضل. خدي معايا كاس ديال اتاي ولا قهوه ولا اي مشروب كيعجبك، ويلا معايا نشوفوا كيفاش نفعلوا هذه الطاقه. ونبداو بشنو كنقصدوا بطاقه الانوثه. طاقه الانوثه ماشي غير مكياج ولبس ومظاهر خارجيه. طاقه الانوثه هي طاقه داخليه، فاش كنكونوا ديما في حاله جري والتحليلات والعصبية والتنافس، هنا كنكونوا مستخدمين لطاقة الذكورة بزاف، طاقة الأنوثة ديالنا كنهمشوها. أما طاقة الأنوثة فهي كتمثل في طاقة استقبال، أي أنك تقبلي المساعدة وماشي ضروري ديري كلشي بوحدك. وأيضا كتمثل في أنها طاقة الحدس والمشاعر، يعني تحاولي تسمعي المشاعر ديالك وتفهميها ماشي تجاهليها. وايضا هي طاقة الابداع والهدوء، يعني القدرة على انك تكوني مرتاحة وهادئة في اي لحظة، وتكوني كتوظفي الابداع ديالك في اشياء بسيطة تقدر تجيك تافهة، ولكن الا خدمتيها بحب وابداع غادي تخرجي منها اشياء زوينة. ندوزو لتاني حاجة اللي هي التواصل مع الذات، أي أنك بعض المرات خرجي من عقلك اللي ديما كيفكر في المشاكل وعطي لراسك وقت للسكينة والهدوء. كيفاش غديري هاد الشي؟ غتحاولي ديري روتين عناية بالنفس، ماشي غير باش تباني زوينة، ولكن حيت كتستحقي الدلال. ركزي على الحواس ديالك، اي انك فاش كتكوني تعتني براسك اعتني براسك وانت كتستحضري اي حاجه كديريها. شمي ريحه زوينه، سمعي الموسيقى هادئه، ديري رياضه خفيفه بحال اليوغا، بحال المشي، اي حاجه ديريها استمتعي بيها وخلي بالك في ديك اللحظه. حيت بلا ما نكرو اصلا في هذا العصر كلشي ولا كيفكر كاينين حوايج اللي بايدينا وكاينين حوايج اللي ماشي بايدينا، ولكن خاصنا نعرفوا كيفاش نسيطروا على دماغنا ونوقفوا هذيك الافكار، ونحاولوا اننا نديروا لحظات هدوء اللي نخلوا العقل ديالنا في وضع بوز، واي حاجه كنديروها نحسوا بها، واي حاجه كنديروها نديروها غير بهدوء وبشويه، ماشي حنايا مسابقين مع الوقت، مسابقين مع الناس، مسابقين مع العمر، مسابقين مع كل شيء. وندوزو دابا لثالث حاجه اللي هي انه خاصك تخلي على الرغبه ديالك في انك تحكمي في كل شيء. طاقه الانوثه كتمشي مع السيل، حاولي تخلي على فكره انه خاصك تحكمي في كل شيء، في الحاضر، في المستقبل، في اي حاجه، حتى من تصرفات الناس بعض المرات خاصك ديري بالك انه خاصك تحكمي فيها. ثقي بلي ان الامور غادي تمشي سواء تحكمتي فيها ولا ما تحكمتيش. لهذا خلي عندك مرونة في التعامل مع الحياة وفي التعامل مع الناس. ونمشو لآخر حاجة اللي هي أنه خاصك تعيشي بإبداع وجمال داخلي.
الأنوثة مرتبطة بزاف بالإبداع، يعني أي حاجة بغيتي ديريها كتعجبك ديريها وانتي كتستمتعي بيها، ديريها وانتي كتبدعي فيها. مثلا الطبخ، الرسم، الكتابة، تنسيق الملابس، الديكور. تقدر تبان لك هاد التفاصيل اللي هي صغيرة، ولكن فاش كديريها بإبداع وكتفرحي بالنتيجة فكوني على يقين أن واحد الإحساس كتحسيه وواحد التغذية كتعطيها للروح ديالك اللي هي زوينة. يعني هاد الحوايج اللي كديريها بسيطة عندها واحد لافي على المدى البعيد. وبهذا في الختام نبغي نقول لك أنه باش تفعلي طاقة الأنوثة ماشي معناه أنك تكاسلي وتضعفي، لا، بل هو قمة الذكاء والنضج. فاش كتكوني متصالحة مع أنوثتك كتجذبي لحياتك علاقات متوازنة، فرص سهلة، وكيرجع عندك واحد السلام داخلي كيبان على وجهك وعلى ضحكتك. حبي راسك، قدري قيمتك، وتذكري ديما بأن الجمال الحقيقي كيبدا من الداخل. شكرا حيت سمعتوني اليوم، وخليوا لي في التعليق شنو اكثر حاجه غتبداو بها وغتطبقوها من اليوم. تلاقاو في حلقه جديده، بسلامه.